الموضوع طاقة الماء. الماء فيه طاقة عجيبة فعلا، لكن هنالك عندنا مشكلة أساسية في كل العالم تقريبا. ثبت لدينا من بعض التجارب أن الماء إذا ضغط داخل الأنابيب لكي يصل إلى البيوت يفقد كل الطاقة الحيوية التي فيه، فنحن نوصل إلى بيوتنا ماء ميتا. لا نقول أننا يجب أن نحضر الماء إلى بيوتنا عبر السواقي، لابد من مجيئه عبر أنابيب مضغوطة. لكن كيف سنعيد إليه هذه الطاقة؟ نحن نشرب ماء ميتا، وأكثر من 70% من جسم الإنسان هو ماء، فكيف سنعيد هذه الطاقة؟ أجرينا التجارب فعلا ويعني موثقة تماما. أقرب مادة للإنسان في الطبيعة هي الفخار. نحن أبعدنا الفخار واستعملنا البلاستيك واستعملنا الفريزرات أيضا في تعبئة الماء. أقرب مادة وضعنا الماء من بعد إنزاله من الصنبور المضغوط في جرة من الفخار، بعد نصف ساعة عادت إليها كل الطاقة الحيوية. فلماذا لا نضع في بيوتنا شيئا من الفخار ونضع فيه الماء للشرب أقل شيء، أو للطبخ إن لم يكن إلى النظافة أقل شيء؟ وهذه نصيحة، أن نعيد الحيوية أو الطاقة إلى الماء عن طريق الفخار الذي هو أقرب ما يمكن إلى الإنسان.